السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله هبدأ معاكم كده روتيني في المطبخ في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنحضر الفطار مع بعض. فانا حبيت ان انا كده اتشجع معاكم واعمل روتين، اول روتين اعمله في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم وسعيد علينا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يتقبل مننا الصيام والقيام وصالح الاعمال يا رب، اللهم امين يا رب. في الاول كده يلا بقى نتنشط وندخل بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا كان عندي هنا الحوض من بعد السحور. انا كنت يعني مش في اللي هو كوبايتين الشاي مكان، بس انا وزوجي بعد السحور وخلاص. وهنا مطلعه المانجا برضو علشان اعملها عصير للفطار. النهارده انا هعمل ان شاء الله مكرونه بالبشاميل وجلاش حادق. آم، اليوم ده تمام. انا عندي هنا ده نص كيلو لحمه. تمام. هعمل بيه الوجبتين الاتنين دول. النص كيلو انا بعمل بيه الجلاش، يعني بعمله على كيس مكرونه واحد وعلى حوالي نص كيلو جلاش، بيطلع معايا صينيتين حلوين جدا جدا. وما شاء الله بيكفي وبيوفي. تمام. جلاش الحادق انا هعمله النهارده. متابعه معايا في القناه اختي ام يوسف حبيبتي، كانت طالبه مني الجلاش الحادق، عايزه تشوفه بيتعمل ازاي. فانا النهارده ان شاء الله هعمله. وكمان هنا عندي العرقسوس، انا بلاه. انا بحب اعمل العرقسوس عندي في البيت، بشتريه من عند العطار. بحب اعمله كده، ببله بشويه ميه صغيرين وشعره بس بسيطه كده من الكربوناتو. آمم، فبيبقى حلو جدًا، جدًا، وأنا باحب أعمله دايمًا في البيت. وده شكل العرقسوس، لإن نهى حبيبتي أم مهاب مش كانت عارفاه، فهو ده العرقسوس أهو، بيتجاب كده. أنا يا دوبك بس بابِلّه بشوية مَيّة صغيّرين، ويا دوبك بس رشّة بسيطة جدًا، جدًا من الكربوناتو، يعني باقلّبهم كده مع بعض، وكده باسيبه بقى لحوالي ساعتين 3، وباعمله قبل الفطار، وباحطه في التلاجة بمَيّة ساقعة وتلج بقى، ويكون بقى طعمه تحفة. باحبه جدًا، جدًا، بيرويني في الفطار. حلو الكلام كده. أنا بقى زي ما أنتم شايفين البوتاجاز نضيف، والحوض برضه ما فيش يعتبر فيه حاجة، فباكون مبيتة المطبخ كده يعني نضيف بعد السحور. هابدأ بقى هنا علشان أعصج اللحمة المفرومة. أنا هنا مخرطة بصلتين كده، وهنزل عليهم يا دوبك بس بشوية زيت صغيرين، وهبدأ أدبل البصلة. أنا بحب أدبل البصلة الأول، ادبلها بس مش اديها لون، ادبلها بس كده. وارش عليها شعرة يعني شوية رشة بسيطة خالص جدا من الملح علشان تدبل معايا بسرعة. دي طريقتي في تعصيج اللحمة. وعندي هنا بامية كانت برضو موجودة، طلعتها من التلاجة علشان برضو اسخنها يكون جنب الاكل. وانا في رمضان بفطر مع حماتي تحت، ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها، مع حماية وحماتي. انا بحب في رمضان بصراحة التجمع بيكون حلو قوي قوي. ما احبش ان انا اكون بفطر في شقتي انا وزوجي واولادي، وحماية وحماتي تحت بيفطروا لوحدهم. مش حابة الموضوع ده. رمضان حتى لو شهر واحد في السنة، بس بحب بصراحة اكون تحت مع حماية وحماتي. انا طول السنة بفطر، يعني فطاري واكلي وكل حاجة في شقتي. رمضان شهر بقى التجمع والخير، فانا بحب اتجمع معاهم تحت بصراحة. انا بقى هعصج اللحمة للاتنين. تمام. عندي هنا بقى بدأت أعصج اللحمة. البصلة دبلت ونزلت عليها باللحمة، وهغطي عليها بقى واسيبها يعني تتعصج. دي طريقتي في تعصيج اللحمة. هاجي هنا بقى ولعت على مية لسليق المكرونة، وكمان هولع على أعمل البشاميل. نولع كده كذا عين علشان نسعف مع بعض في الوقت. اعملي كذا حاجة في وقت واحد، هتلاقي الأكل ده كله مش هياخد ساعة زمن واحدة بس، وهتلاقي الأكل جاهز معاكي. وما شاء الله ما شاء الله، يعني ممكن تعملي سفرة في خلال ساعة. فهنا بقى أنا بحط معلقتين اتنين من السمنة. دي طريقة البشاميل اللي أنا بعمله. معلقتين اتنين من السمنة، وهسيبهم كده لما يسخنوا، وبعدين هنزل عليهم بمعلقتين او 3 من الدقيق.
انا بحب بصراحة البشاميل يكون كتير للمكرونة، وبحبه برضو يكون يعني قوامه تقيل شوية، مش خفيف قوي قوي، علشان لما البشاميل بيكون خفيف بينزل كده بيتغلغل في المكرونة، ما بيبقاش فيه طبقة كده على الوش. وانا بحب بصراحة البشاميل يكون له طبقة كده، يعني طبقة كده على وش المكرونة، بحبه قوي قوي بالشكل ده. تمام. انا هنا بقى معلقتين السمنة معاهم معلقتين اهون من الدقيق، وهحمص الدقيق كده، اضيع منه ريحة وطعم الدقيق لحد ما لونه يبقى ذهبي كده مصفر فاتح معايا. وانا بعمل البشاميل حبايبي بعمله بحليب. لو انت مش حابه يعني مش عايزه تعمليه بحليب، ممكن تعمليه بشوربه، او تعملي نص الكميه حليب ونص الكميه شوربه، حسب ما انت حابه تعملي اعملي. اهو يبقى كده البشاميل دي طريقتي في عمايل البشاميل، وماشيين مع بعض خطوه خطوه اهو. الدقيق لحد ما يصفر كده شويه، معلقتين السمنه زي ما انتم شايفين يا حبايبي، معلقتين السمنه ومعلقتين الدقيق، بنزل عليهم بلتر من الحليب. انا بحبه بصراحه ان هو يكون بالحليب، والحليب يكون طالع من التلاجة، ما يكونش ساقع، يعني يكون بدرجة حرارة المطبخ، علشان البشاميل ما يكلكعش منك كمان. تضربيه باللي هو المضرب اليدوي ده، حلو جدا جدا، مش هيخليه بقى فيه تكتلات ولا هيكلكع منك، ولا تحتاجي ان انت تضربيه في خلاط او هاند بلندر. يعني الطريقة دي حلوة جدا جدا، وايدك فيه كده تقلبيه، هيطلع معاكي البشاميل ناجح وناعم وجميل جدا جدا، وطعمه بقى ما اقولكوش في منتهى الجمال. وانا بحط على البشاميل البهارات. انت بقى تحطي اللي انت حباه، لو اي بهارات انت بتحبي تحطيها حطيها. انا بحب احط رشة من الفلفل الاسمر، لو عندك فلفل ابيض تمام، انما انا عندي فلفل اسمر، بحط رشة كده من الفلفل الاسمر وشوية ملح. وبحب احط مكعب مرق من اللي انا عاملاه، مكعب المرق بيطعم البشاميل قوي قوي بصراحة، ويخليه طعمه جميل. ورشة من جوز الطيب، برضو التكاية اللي بتفرق قوي قوي في طعم البشاميل، اللي هي رشة جوز الطيب، رشة بسيطة كده مش كتير، بس بتخلي طعم البشاميل حلو جدا. يعني شوف انا ما بشرتش كتير، يعني حاجة بسيطة خالص، بس بتفرق بجد بجد في الطعم. وهقلبه كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين لحد ما يكون تقيل معايا. وهنا عندي المية خلاص بتاعت المكرونة غليت، هنزل بقى بالمكرونة بتاعتي. انا بحط في مية سليق المكرونة يا حبايبي بحط ملح بس، ما بحطش زيت، لان البشاميل بنكون محتاجين فيه، المكرونة بالبشاميل عموما بنكون محتاجين ان المكرونة تكون متماسكة كده مع بعضها. فما بحطش زيت، الزيت بيخلي المكرونة مفرفطة كده من بعض، فما بتطلعش معاكي القطعة بقطعتها كده. فانا بحط ملح بس في المكرونة، في مية السليق مش اكتر. هنا البشاميل عندي هو برضو يعتبر كده بقى جاهز وتمام وزي الفل. ونزلت بالمكرونة بتاعتي برضو تسلق بقى تعيش مع نفسها كده. ومكرونة بتاعت المكرونة بتاعت البشاميل بتكون مستوية، يعني إيه 3/4 سوا، يعني فاضل حاجة بسيطة جدا جدا وتكون مستوية. هنا بقى يا حبايبي انا هعمل المكرونة بالبشاميل. عندي هنا الطاجن الصينية بتاعتي، بدهن الارضية بتاعتها كده يعني قطعة من السمنة بسيطة خالص اهو. وهنزل من المكرونة، انا حابة المكرونة كده، حابة المكرونة تكون متماسكة مع بعضها. وهفردها وهسويها كده في ارضية الصينية. بصراحة انا كنت خايفة جدا جدا، لان اول مرة استعمل الصواني البايركس دي، بالرغم من ان هي عند والدتي، وهي اللي شجعتني والله ان انا اجيبهم. بس انا كنت حتى وانا عند ماما كنت بخاف كده في استعمالهم بحذر يعني وكده، فهي اللي شجعتني ان انا اجيبهم وكده. فربنا بقى يستر، الحمد لله الحمد لله. اول مرة يعني الواحدة بتكون خايفة، بعد كده بقى بتتعود عليها.
هنا بقى نزلت بطبقة المكرونة وقلبت عليها كده شوية بشاميل علشان خاطر القطعة تكون متماسكة. وهنا بقى هبدأ اهو هفرد هفرد اللحمة انا وانا بعصجها بحب احط قرب بقى ما تيجي خلاص تستوي، بحب اقطع كده قرن شطة فيها، بيديها طعم حلو جدا جدا. انت لو حابة تحطي عليها صلصة طماطم، ممكن تضربي طماطميتين كده ولا حاجة وتروحي ضيفاهم على اللحمة المتعصجة وهي بتتعصج. بس انا بصراحة يعني عندي مش بيحبوها بطماطم، هما بيحبوها كده بس. وكمان هنزل عليها بالطبقة التانية من المكرونة وهضغط كده ضغطة بسيطة بحيث ان ايه كله يكون متماسك جنب بعضه كده، ويعني يكون ايه كله متساوي، السطح يكون متساوي. والبشاميل اللي عندي اهو هنزل بقى بالطبقة التانية زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. كده خلاص اهو نزلت بيها وكده الصينية جاهزة. صينية المكرونة ما خدتش معانا اي حاجة خالص، ما خدتش وقت خالص وبقت جاهزة معانا وزي الفل. هندخل بقى هنعمل الجلاش الحادق. حبيبتي ام يوسف اللي كانت طالبة الجلاش الحادق، اهو انا هعمله. هو سهل جدا، ما بياخدش حاجة وما بياخدش وقت، وكمان بيطلع طعمه في منتهى الجمال والله. حلو جدا جدا جدا، يعني الاكل عجب حماتي وحماية جدا، وطبعا زوجي واولادي يعني عندي بيحبوا الاكل ده قوي قوي. عندي هنا هدهن برضو الصينية ارضيتها سمنة علشان ورق الجلاش ما يلزقش فيها. وهبدأ بقى بصوا من غير بقى ما تقصقصي ولا تعملي ايه على قد الصينية ولا الكلام ده. بصوا انا بفردها كده، بفرد ورقة الجلاش وبحاول اسويها للأرضية. وبصوا انا تنيت من عندي هنا من قدامي زي ما انتوا شايفين كده، وتنيت من الجنب الشمال الورق اللي هو الايه الزيادة، يبقى تنيت من قدامي وتنيت من الجنب اللي هو الشمال. اهو كده تمام. وهدهن بقى برضو ايه سمنة كده، معلقة سمنة. وهبدأ بقى اعمل الطبقة التانية. شوفوا انا كنت تانية من قدامي، لا انا مش هتني بقى من قدامي، انا هتني من هناك. اهو هتني من اخر الصينية تمام. وكنت تانية من اليمين، من الشمال معلش كنت تانية من الشمال، لا هاتني كده يا حبايبي من اليمين. اهو شوفوا، واروح برضو مطبقة كده، كده اصبح مظبوط ومتساوي ومية مية. وهنزل ببقية اللحمة اهو ما شاء الله النص كيلو كفة الحاجتين الاتنين والله. وبعد ما حطيت برضو نفس اللي انا عملته تحت عملته فوق في الورق وفرشته. وكمان تقطعيه، اهم حاجة تقطعي الجلاش قبل ما تدخليه الفرن. وعندي هنا ضربت 2 بيضة مع كوبايتين لبن وملح وفلفل سنة بسيطة من القرفة البودر اللي هي الناعمة دي، بصراحة بحبها جدا جدا في الجلاش، بتخليه طعمه حلو جدا جدا. والسبع بهارات يعني بيضتين وكوبايتين 2 من اللبن ومعاهم الملح وفلفل ورشة قرفة والسبع بهارات، وبيبقى طعمه بقى. ويلا على الفرن. بعد بقى ما دخلت الاكل يا حبايبي الفرن، المواعين لا مفر منها، بس انا برضو علشان خاطر ما يتكوموش عليا بعد الفطار، انا هقف اغسل المواعين دي، مش هتاخد حاجة خالص وهتكون تخلص. وهتكون بقى معايا علشان بعد الفطار يا دوبك يبقى فاضل على بس اطباق بعد الفطار حاجة بسيطة كده ما يبقاش، لان احنا بنفطر وبننتخ ما بنقدرش نعمل اي حاجة. وهنا شوفوا حبايبي الجلاش والمكرونة بعد ما طلعوا من الفرن، بسم الله ما شاء الله الجلاش طالع المكرونة طالعة تحفة طرية، وشها طري ومتحمرة وجميلة جدا جدا. والجلاش كمان طري زي ما انتوا شايفينه جميل قوي 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 ازاي. والتسوية يعني جميلة جدا جدا. وعندي هنا بقى البامية زي ما انا قلت لكم كانت باقية من امبارح، فطلعتها وسخنتها. وعندي هنا العصاير والتمر هندي. وزوجي بقى كان نزل البلح وكده علشان كان خلاص كنا بقينا حوالي الساعة 6. وده كان فطارنا بقى النهاردة. وفي أكل برضو كان تحت عند حماتي وكلنا وانبسطنا والحوض نضيف وزي الفل.
يا رب يا حبايبي كده الروتين بتاعي يكون عجبكم والفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في دعوة حلوة ويا رب ما تنسوش بقى اللايك بيرفع الفيديو يا بنات، وبيفيدني ان الفيديو يتشاف والقناة تكبر بيكم. وبحبكم جدا جدا في الله، ورمضان مبارك علينا يا رب وعليكم.